أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في بودكاست ألم حبر. البودكاست بيقدم لك مواضيع تهمك، والمواضيع بتساعدك على تطوير ذاتك وتحفيزك للنجاح والتقدم، وكمان هيقدم لك قصص أشخاص حققوا أحلامهم وهيكونوا لينا محفز لتحقيق أحلامنا. أنا نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر. كتير مننا عنده وقت فراغ، بس قليل قوي اللي بيستغل الوقت ده لصالحه ويقدر يخليه وقت إنتاجية ومليان حاجات مثمرة. فحلقتنا النهاردة هتكون عن إزاي استغل وقت الفراغ الاستغلال الأمثل، وهل وقت الفراغ ده ممكن يعطلنا عن أحلامنا ولا هيساعدنا إننا نحقق كل اللي نفسنا فيه؟ طيب إيه الطرق اللي ممكن تخلينا نستغل وقت الفراغ بشكل فعال وما نكونش حاسين بالملل والزهق؟ تعالوا نبدأ مع بعض حلقتنا، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وبالمناسبة الحلقة دي بنوتة جميلة كلمتنا عليها عشان أتكلم في الموضوع ده، ولو أي حد عايزني أتكلم في موضوع معين كلموني أو اكتبولي في الكومنتات. هل الفراغ بيكون ليه تأثير إيجابي إما سلبي؟ وزي ما احنا عارفين إن الفراغ سلاح ذو حدين، يعني في ناس بتشتكي من ضيق الوقت وإنهم مش قادرين ينجزوا الحاجات اللي عايزينها وحابينها بسبب مشاغلهم الكتيرة في خلال اليوم، وفي ناس تانية بتعاني من الملل وإنهم عندهم وقت فراغ مش بيعملوا فيه حاجة. والناس دي دايما بتسأل ازاي استغل وقت الفراغ من اجل تحقيق الفايدة منه. ايه ده يا نرمين، هو الفراغ ليه فوائد اصلا؟ ايوه طبعا، وهنتكلم عليها دلوقتي. وزي ما انتوا عارفين ان الفراغ هو الوقت الفاضي اللي ما فيهوش اي واجبات او مسؤوليات، وهي الساعات الفاضية اللي بعد الشغل وبعد انتهاء من الدراسة والمذاكرة والواجبات اليومية. تعالوا نسأل نفسنا سؤال، هو فعلا الفراغ ليه أهمية في حياتنا؟ بما إن الوقت نفسه ده نعمة من نعم ربنا علينا وإن قيمته كبيرة جدا في حياتنا، الفراغ برضو ليه أهمية بس مختلفة شوية. من الناحية الجسدية والعقلية، الفراغ بيوفر لك وقت وعدد ساعات معينة بيديك فيهم راحة من قرف الشغل ومن التوتر والإجهاد الشديد اللي بيسببه لك ضغط الشغل. فالفراغ بيديك مساحة الراحة كافية عشان تعيد نشاطك وطاقتك من جديد. ومن الناحية الاجتماعية، فساعات الفراغ بيديك وقت عشان تتواصل مع أهلك وأولادك وتهتم بيهم، فالفراغ مش دايما بيكون ليه أثر سلبي عليه. طيب إيه فوائد استغلال وقت الفراغ؟ هو ليه فوائد كتيرة دايما بنحس بيها لما نستغل وقت فراغنا، بس هنختصرهم في كام نقطة، زي مثلا النجاح والتميز. في الحقيقة في أشخاص كتيرة ناجحين على مستوى العالم عرفوا قد ايه إن الفراغ ليه أهمية وفوائد كتير، وكمان عرفوا يستغلوه صح، وده ساعدهم إنهم ينجزوا أعمالهم في وقت محدد، وكمان بيرفهوا عن نفسهم بممارسة الهوايات والسفر وأنشطة كتير جدا بيعملوها. الثقة بالنفس. هنا حد يسألني، طب إيه علاقة الثقة بالنفس بالفراغ؟ ده ليه علاقة كبيرة جدا. انت لما تستغل وقت فراغك الاستغلال الصح وتشوف قدامك الإنجازات اللي عملتها في الوقت ده وإنك مضيعتوش زي ناس كتير، ده بيزود عندك الإحساس بالثقة بالنفس، وساعتها بتحس إن عندك قدرات على الإعطاء والإنجاز في المستقبل، فأنت بتكون مبسوط وعندك ثقة بنفسك كبيرة. زيادة المشاركة الاجتماعية. وزي ما قلنا الفراغ من فوائده بيعزز العلاقات الاجتماعية، لأنك بتقضي وقت في القعدة مع عيلتك وإنك بتلعب مع أطفالك وبتهتم بأهلك، وكمان بتتواصل مع أصحابك. اكتساب المهارات. لما بيكون عندك وقت فراغ بتلجأ لهواياتك اللي بتحبها وإنك بتكتسب مهارات وخبرات جديدة. الإحساس بالرفاهية. في دراسات أكدت مع زيادة وقت الفراغ بيزود معاه رفاهية الإنسان، زي مثلا إنك تعتني بنفسك وإنك تسافر وتستمتع بالسياحة وغيرها من أنشطة، واللي في إيدينا إننا نعمله، وكل شخص وعلى حسب حياته ومجتمعه اللي عايش فيه. لحد هنا اتكلمنا عن أثر الإيجابي وفوائد الفراغ. نيجي لعيوب الفراغ وأثره السلبي علينا لو ما قدرناش نستغله صح، لأن كل حاجة ليها مميزات وفوائد ليها كمان عيوب. وأولها 1. الكسل والتراخي. الكسل والتراخي بيمنع الحافز اللي بيخليك تقوم بأنشطة منتجة ومفيدة، وده بيسبب لك في ضياع الوقت في حاجات تافهة وملهاش أي لازمة. 2. ضعف الصحة العقلية والجسدية. يعني مثلا إنك تقعد فترات كبيرة قدام شاشات التليفون والتلفزيون، وده بيسبب لك زيادة في الوزن، وكمان بيزود عندك مشاعر القلق والاكتئاب. 3. الإدمان.
لما بيكون عندك وقت فراغ كبير تستخدم الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بزيادة مبالغ فيها. ده بيسبب لك إدمان وبيخليك شخص معتمد كليا على الأنشطة دي، وصدقني هيجي عليك فترة مش هتقدر تتحكم فيها، بل بالعكس هي اللي هتتحكم فيك. هنا اتكلمنا عن عيوب الفراغ وأثره السلبي علينا زي الكسل والتراخي وضعف الصحة العقلية والجسدية والإدمان وغيرها من أضرار، بس احنا اختصرناهم في ال3 دول بس. نتكلم عن استثمار واستغلال وقت الفراغ الاستغلال الأمثل. 1. الاهتمام بالصحة. اهتم بصحتك وبأكلك وبشربك. مارس الرياضة لأنها هتغيرك وتغير مودك 180 درجة. 2. الاهتمام بالأنشطة الثقافية زي مثلا قراءة كتاب، حضور ندوات، تعليم حاجة جديدة باستخدام الإنترنت والكمبيوتر اللي أغلبنا بيستخدمها من غير أي فايدة. 3. ابني مشروع مربح. ممكن الفراغ يخليك تحقق دخل مادي. إزاي؟ بإنك تنظم وقت فراغك صح بتعليم مهارة أو مهنة جديدة تكسب منها دخل مادي، وده صدقني مش صعب خالص. المهم تكون انت عايز تتعلم وتمارس اللي اتعلمته، والنقطة دي اختصرتها: ابحث واتعلم ومارس. ابحث واتعلم ومارس. 4. إعادة ترتيب أولوياتك وأهدافك. أجمل حاجة إن يكون عندك وقت تراجع فيه خطتك وتعرف إيه هي أولوياتك اليومية والأسبوعية والشهرية، وإنك تبني عادة بشكل مستمر متكرر. وبكده قلنا 4 نقط في استغلال وقت الفراغ زي الاهتمام بالصحة، الاهتمام بالأنشطة الثقافية، ابني مشروع مربح، إعادة ترتيب أولوياتك وأهدافك. ونزود عليهم: زور أماكن جديدة، مارس هواياتك، طور مهاراتك، اتعلم حاجات ما كنتش تعرف عنها حاجة، اطبخ في وقت فراغك، ساعد الآخرين، وغيرها من حاجات تخليك تستغل وقت فراغك صح. وأكيد جه في بالك دلوقتي حاجات ممكن تعملها في وقت فراغك، روح اكتبها على طول إنك هتحتاجها بعدين. كل واحد عنده طرق كتير ممكن يستغل بيها وقت فراغه، بس احنا من كتر الملل والزهق اللي بيجينا مخنا بيقفل وما بيبقاش عندنا غير التليفون والألعاب والريلز اللي بيضيع نص عمرنا في الفرجة عليه. لما يكون عندك وقت فراغ اقفل تليفونك وركز مع نفسك كويس جدا وقول ايه اللي هعمله في الوقت ده. فكر لشوية وقت وهتلاقي نفسك بتجاوب وهتعرف انت هتعمل ايه. يا ترى بتعمل ايه لما بيكون عندك وقت؟ جاوبوني في الكومنتات. حابة اقول حاجة صغيرة اتسألتني من شخص: ان انا راجل كبير، ايه فايدة ان انا اسمع عن تطوير نفسي وان اتعلم حاجة جديدة واغير من نفسي للافضل وانا خلاص كبرت؟ حابة اقولك ان كل شخص جاي الدنيا عشان يتعلم، إذا كان من الحياة او من المدارس او الكليات او من ندوات او مواضيع بتتناقش على الانترنت وغيرها من طرق. مش فارقة انت طفل او شاب او راجل كبير او حتى شابة او ست كبيرة، كلنا محتاجين نتعلم ونعرف حاجات عن نفسنا وحياتنا وازاي نعرف نعيش حياة مثمرة مليانة انتاجية وثمرة تعب. مش حياة انا مش عارف هي هتوديني لفين، حياة انا ماشيها بالبركة زي ما بيقولوا كده، ماشي مع الطيار. راجع نفسك حتى لو سنك ايه، انت في ايدك انك تتغير حتى لو كان اللي فاضل وقت مش كبير. صدقني احنا مش عارفين يومنا هيجي امتى، بس المهم يجي واحنا مبسوطين ومحققين كل اللي نفسنا فيه. يا رب اكون افدتكم وتكون حلقة لذيذة وخفيفة بالنسبة لكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر.